السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة الطبخ فاطمة كويزين. وصفة اليوم قلب اللوز بكمية قليلة وما استعملش السميد الخشن. كاين بزاف اللي ما توفرش عندهم السميد الخشن، تقدروا تحضروه بالطريقة اللي غادي تشوفوها اليوم. والآن سنمر مباشرة إلى المكونات وطريقة التحضير. بسم الله. بالنسبه للمكونات غادي نحتاجو 250 غرام نتاع كسكس الرقيق. اذا ما كانش عندكم حاضر السميد الخشن تقدروا تستعملوا الكسكس الرقيق، هذا هو القوام نتاعه كما راكم تلاحظوا في الصوره. غادي نحتاجو ايضا السكر 100 غرام، ولا كان عندكم الكاس الذي يزن 250 ملل تاع ما استعملوا نصف كوب. هنايا راني مذوبه شويه سمن وشويه دهان 50 غرام. نحتاج ايضا الى ملعقه كبيره نتاع ما زهر، ملعقه صغيره نتاع سكر فانيلا او كيس واحد، ونحتاج ايضا الى قرصه نتاع ملح. هنا في الاناء غادي نوضعوا اولا المكونات الجافه، الكسكس الرقيق مع السكر، قرصه نتاع الملح وسكر فانيلا. بالنسبه للاخوات الا كان عندكم حاضر سميد الخشن استعملوا هنايا 250 غرام تاع سميد خشن، لان كاين بعض الاخوات اللي طلبوا مني كميه قليله نتاع قلب اللوز. بعد اضفت هنايا الزبده دايبه قليلا وغادي نخلطوا جيدا، يعني نفس طريقه التحضير اللي شفتوها معايا مسبقا بسميد الخشن. انا غادي نستعمل يدي ونخلط، وما تنسوش ايضا اضافه الملعقه كبيره نتاع ما زهر. غادي يساعد السكر في الذوبان من نجيو نخلطوا قلب اللوز. هنا غادي نخلطوا جيدا اما باليد ولا بواسطه العجان. بعد غادي نغطوا هذا الخليط ونخلوه يرتاح 12 ساعه. بعد ما يرتاح الخليط نبدا اولا في تحضير السيرو. بالنسبه للسيرو او الشربات، هنا في الكاسرونه راني واضعه 2 كوب نتاع ماء ولا 500 ملل. انا نستعمل الكوب الذي يزن 250 ملل نتاع ماء. غادي نضيفوا 500 ملل الماء، نضيف لها كوب تاع سكر او 200 غرام. غادي نوضعوا الان الكاسرونه فوق النار. من يبدا الخليط يغلي غادي نحسبوا 5 دقائق، والنار غادي تكون متوسطه من السيرو يبدا يغلي. يعني في الاول غادي تكون نار قويه، من يبدا الغليان نحسبوا 5 دقائق ونطفوا على السيرو نتاعنا. السيرو راه يغلي، النار راها متوسطه، غادي نحسبوا 5 دقائق ونطفوا عليه. خارج النار غادي نضيفوا كميه نتاع المازهر على حسب الذوق نتاعكم ونخلوه حتى يبرد. السيرو اما نستعملوه بارد شويه ولا دافي. من بعد هنايا اضفت 50 ملل نتاع مازهر للعجينه وراني نخلط فيها بهذا الانسترومون، اما بهذا الانسترومون ولا تقدروا تستعملوا اليد. غادي نقعدوا نخلطوا حتى نتحصلوا على عجينه. وهنا دائما الا شفتوا هذيك العجينه ما تلمتش ساعدوها بوسط سباتول. من بعد هنايا اضفت شويه مكسرات، تقدروا تضيفوها مع العجينه ولا توضعوا طبقه في الوسط. بعد غادي نوضع العجينه في بلاطو. هذا البلاطو المقياس نتاعه 15 سنتيمتر على 20 سنتيمتر، يعني المقياس مضبوط لهذه الكميه نتاع قلب اللوز. تعدلوها جيدا من الفوق، توضعوا شويه زيت في سباتول تعدلوها حتى تولي ملساء. من بعد بواسطه السكين غادي نطراسو عادي، ما لازمش هنايا تقطعوا، فقط نطراسو مربعات. هذه الكميه عطاتني 8 حصص حجم كبير. من بعد في وسط كل مربع توضعوا قطعه نتاع لوز ولا قطعه نتاع كاوكاو اللي تكون عندكم حاضره في البيت. هنايا في الوسط غادي نوضع هنايا اللوز للتزيين، وفي نفس الوقت راني مسخنه الفرن على درجه حراره 200 درجه مئويه، ما يعادل 400 درجه فahrenheit. الطهي كانت 20 دقيقه، وتقدروا الدقيقه الاخيره تشعلوا عليه من الاعلى باش يتحمر لكم مليح. وهنا هذا البلاطو وضعته في بلاطو اخر باش نجم نرفده وندخله للفرن، خاطر كي يكون صغير ما تقدروش هكا تحملوه مليح. هنا بعد ما تحمر كما راكم تلاحظوا مباشره من خرجته من الفرن قطعت هذوك المربعات. وهنايا باش تتاكدوا بلي قلب اللوز راه ناجح، اولا كي تتلمسوه الان تلقوه طري، يعني من المسكوتشو يكون طري، يعني هنا غادي يشرب لكم بالخف السيرو. ثانيا كي توضعوا الملعقه الاولى تاع السيرو بالخف تدخل للداخل، يعني هنا راه ناجح. اذا السيرو ما شرب لكمش تعرفوا باللي من الداخل راه معجن ولا راه طايب بزاف، لذلك السيرو ما بغاش يهبط للاسفل. بعد تخلوه يرتاح 12 ساعه حتى يشرب مليح هذاك السيرو. انا وضعته في المبرد، غطيته وضعته في المبرد. دوك تشوفوا القوام نتاعه كيفاش يجي، لا يختلف على
قلب اللوز بالسميد الخشن. لكن هنا فقط ملاحظه، الا اختاريتوا كسكس رقيق ماذا بكم اختاروا اللي ما فيهش الريحه، لانه كاين بعض الكسكس كيتشموه كي رائحه الغموليه يجي شويه غامل، لكن لا استعملتوا واحد عادي ما فيش الرائحه يخرج لكم مثل السميد الخشن. وايضا بالنسبه للاخوات اللي يحبوا كميه قليله نتاع قلب اللوز، فقط 250 غرام تاع سميد، تقدروا في مكان الكسكس توضعوا 250 غرام سميد خشن. وصلنا الى نهايه الفيديو نتاع اليوم، وان شاء الله وصفه اليوم تكون عجبتكم. نقول لكم مع السلامه والى الفيديو الجاي ان شاء الله.